إذا مشاهدينا الكرام، نهاية الكلاسيكو الأردني بين الوحدات والفيصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. ابقوا معنا لنرى آراء الجماهير بعد انتهاء هذا اللقاء. خسران مش يعني الفيصلي كان كثير كويس، لكن للأمانة يعني عندك لعيب الفيصلي ما كان قد المسؤولية، ولا أنت كنت الأفضل ب 90 دقيقة. اللهم أول 10 دقائق بالشوط الثاني الوحدات لعب فيصلاوي، أول ربع ساعة وحدات بعدها فيصلي. للأمانة نقطة ضعف الفيصلي كان مهند خير الله بطيء، كان بطيء بعنف، وعندك خالد زكريا ما كان بيوم يعني هارد لك الفيصلي بس. اخوي معاذ الله يعطيك العافيه، الله يسعدك. هسه شوف والله يعني فريقنا اليوم لعب يعني الفيصلي من مباراة الأهلي ومباراة اليوم تحسن الفريق. هسه أنت المشكلة مش إنه يعني هسه أنت تتعادل مع غريمك بمباراة تعتبر على أرض الوحدات، إشي طبيعي يعني عادي، بتمشي الأمور، مسموح بهذا الإشي. بس أنت يعني للأسف إنه إحنا كل سنة نغلط نفس الغلطة. بنجيب مدرب بتجيب لعيبة بغلط بخياراته، بغلط بتكتيكه، بغلط باللاعبين اللي بيجيبهم، بعدين بروح المدرب بتجيب مدرب ثاني، وبعدين تقعد ترجع. يعني انت فيصلي لما تتعادل مع معان ولما تتعادل مع السلط، هون انت بتخسر الدوري بهاي النقاط، بتخسر الدوري. انت تعادلت مع الوحدات غريمك، اوكي ما في مشكلة، يعني اشي بحصل يعني اشي طبيعي، ومع انه كنا افضل وكنا لازم انه نحقق الفوز، بس من اول احنا اخطأنا من اول للاسف، ما تعلمنا منها من الموسم الماضي. يقول لك شادع هذا الجمهور ما بيستحق يروح متعادل، بس الباية هذا مش لاعب، يشغلك لاعب محمد. احنا جمهور فيصلي قبل يكون هذا احنا كنا هون ماشي. اسمع الدولة زعيم خاوة، هذا الجمهور بالاردن. يلا سلام، يعطيك العافيه. مع هذا اول شيء هذا شايف كم من هيئه من الجمهور هذا، والله حرام يروح زعلان، الجمهور كله حرام يروح زعلان. فيصل قدم اوكي بالشوط الاول مش كل هالاداء اللي عنده، بس الشوط الثاني قدم واستحق انه يطلع فايز من المباراه. الوحدات شفت ما عمل شيء من غلط بسيط من المدافع، اعطاهم ركله جزاء تقدم بالنتيجه. نحكي هارد لك للفيصل على التعادل، مبروك لهم على التعادل اللي كيفوا اللي قاعدين ندعوا على اللعيبه منه. يعطيك العافيه. معاد انت حضرت المباراه 90 دقيقه كانت الفيصلي خالص، يعني الوحدات ما قدم شيء اليوم. الوحدات على التعادل احتفلوا لانه انا حقهم يحتفلوا، انه الفيصلي كان هو مزعم المباراه. كان في عندنا كم من لاعب عليهم علامه استفهام، خالد زكريا، المنصوري عليهم علامه استفهام، ما كانوا بيومهم اليوم. تشكيل التبديلات كانت طلعت احمد العرسان غلط 100%. في عندك كم لاعب بطلعهم، ما بطلع احمد العرسان، عندك مهاجم ومحرك جوا، والحمد لله رب العالمين الفيصلي بيظل زعيم دوري لسه للزعيم على طريق المطار. والله 90 دقيقة لعب للفيصلي، يعني تعادل بطعم الخسارة للفيصلي، يعني فرص بالجملة. منذر ابو عمارة طبعا مش من مستوى الفيصلي، حرام يلعب في الفيصلي وحرام يلبس كلر الفيصلي بده لعيبة انه هو اللي صنع الجول حتى ولو، بس ضيع كثير وبطأ اللعب كثير، ومهند خير الله كمان برضه. بس يلا الحمد لله تعادل طعم الخسارة بالنسبة للفيصل. شافعل يعني الحمد لله الفيصلي لعب طول المباراة، سيد طول المباراة، لكن هاي المباراة يعني اللي بضيع كثير بده يضيع نقاط. يعني الفيصلي لعب أداء ونتيجة والحمد لله. يعني أنا بالنسبة لي راضي اليوم عن لعب الفيصلي، هذا هو الفيصلي اللي عودنا، مش زي المباريات السابقة، وإن شاء الله أنه الفيصلي في مسار تصحيح بإذن الله. يعني هذا حال المباراة. الفيصلي نار حريقة، بس أتمنى من المدرب أسألك بالله أنها ما تنقطع. خالد زكريا يشرف الدكة 3-4 مباريات، مستواه نازل. سيبك من المنتخب، الفيصلي منتخب، الفيصلي الزعيم، الفيصلي أحسن من المنتخب بالنسبة لي. بدك تلعب وتقدم للمنتخب الله معك، ما بدك تلعب مع الفيصلي الله معك. هون فيصلي أنت مستواك سيء، اليوم دمرتنا أنت ومهند خير الله، والفيصلي راجع، والدوري أزرق، وبنقول لكل الأندية الفيصلي راجع. ويعطيك العافية. عدلنا واللعيبة الله يخلف عليهم، بس رافت علي لا يصلح لتدريب الوحدات أبدا. رافت علي تدريباته غلط، كل شيء غلط، كل شيء غلط. يعني تبديلاته بتبدل دقيقة 85 ليش؟ خلاص خليه برا وخلاص. انت شو في بينك وبين صالح راتب؟ بس صالح راتب ليش ما بتنزله يلعب؟ مش مستدعي صالح على الكامل. يعطيكم العافية يا رب. طبعا رافت علي عمل أكبر غلط. أنت 60 دقيقة بتلعب كنت ضاغط وما فيش شيء، رحت طلعت لاعب نص ورجعت 5 دفاع، فرغت النص. إذا أنت روح، ما بدنا إياك، روح من النادي، روح
اول اشي الله يفرجها اهلنا بغزه، ثاني اشي رافت سلم الوسط بعد الجول وضيع علينا المباراه، وان شاء الله الخير بالجايات يا رب. عبد الله بسنع بداله لو رافت علي وبس. رافت علي رافت علي رافت علي الشوط الاول لعبت فيه بس. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يخلف على اداء كثير اليوم ممتاز. طبعا طالعين من مباراتين، مباراة طلعنا مع فريق ايراني قدمنا قلنا بس، واداء اليوم والله كثير ممتاز، يعني بصراحة لعيبه بيومين كثير ممتاز. وشو بنقول، ما ننسى اهلنا بغزة، الله ينصرهم يا رب ويكون معهم، ويا رب النصر قريبا باذن الله تعالى. واحنا كجمهور وحدات انتمانا نادي، بس ما بننسى شغله واحده اللي هي في قلبنا دائما، اللي هو غزه فلسطين الحبيبه في قلبنا، وما بنقول غير هيك. الله ينصر اخواننا المجاهدين في غزه والمقاومين يا رب ويكون معهم. وهذا الله يعطيك العافيه اول شيء، تمام. وهارد لك لهالجمهور الكبير هذا، بس دقيقه هارد لك لهالجمهور هذا كلياته يا زلمه، دقيقه شوي. هارد لك لجمهورنا، تمام، اللي جمهورنا تعب واجا وعبى المدرج، تمام. رافت علي بنرجع بنحكي لك للمره المليون يا اخي، بتجيب جول بتجيب اثنين، تمام يا اخي، ترجعش. اذا فريقك احسن منهم، فريقك متقدم يا زلمه، انت ظليتك تتراجع طعمتنا الجول يا زلمه، والله حرام يا زلمه. انت احسن فريق هسه حاليا، احسن فريق، فيش داعي تمام للرجعات هاي كلياتها. والفيصلي اللي قاعد بيلعب على تعادل، من انت كان الفيصلي يلعب تعادل؟ اذا اخذ نقطتين من الوحدات اذا عيب بحقنا. رافت علي بنقول لك ارجع عيد بناء الفريق من اول بجديد، ويعطيك العافيه. شكرا لكم. يعطيك العافيه معاذ. انا يعني هارد لك لجمهورنا الوحدات، الاربع محترفين يروحوا بس سيزن يضل. ابو الجسر كان يقاتل على الطابات كلياتها. انا بالنسبه لي عشان رأفت علي، بالنسبه لرأفت علي اللي بيعملوه مش مزبوط. يعني انت الك من الموسم الماضي مع الوحدات لليوم مش فاهم اللعيبه شو بتساوي، بتطلع سمرين خلت العرسان اللي كان مضغوط وراه يفوت جوا. الفيصل بيلعب على تعادل، بالدليل الجمهور احتفال تبعه بعد ما خلصت المباراه. يعني انت سلمت المباراه من الاخر، والفيصل بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم شهدائنا بغزه ولبنان. وعن رأفت علي كانت المباراه لإلك، ليش تسلمها للفيصلي يا رأفت؟ روح انت مش قد الوحدات. الله يرحم شهدائنا بغزه ولبنان. يعطيكم الف عافيه. ورأفت يعني انت فوت الشوط الثاني فوت صبره قدم الاداء كثير كويس صبره، بس انت ليش رجعت دفاع؟ لما فوتت ابو عرقوب طلع السمرين، نهيت كل الهجوم المره. ابو عرقوب بتفوته نص خلف المهاجم، عرقوب ما تعطيه جناح، طلع السمرين مساحه كل شيء. والفيصلي يعني اخذ نقطه، فرع التعادل معنا، فرع تعادل. خروج سمرين قلب المباراه كلها. لا جايب له ابو عرقوب شو سوى؟ ولا شيء سوى. صراحة الوحدات كان أفضل كثير، بس تبديلات هي اللي خربت المباراة. بدك بصراحة أحكي لك إياها فنيا ولا كرويا؟ كرويا الوحدات ما يستحق الفوز. الفيصل لعب أحسن منا، رأفت سلمهم المباراة. يعني بدنا شوية احنا كنا بنتفق انه رافت لعب الشوط الاول 100%، ما كانش فيه ولا غلطه. الغلطه الوحيده سحب سمرين، بس نفسي نعرف شو السبب. سلم الملعب للفيصلي، اجتنا فرص كثير ما استغلناها بصراحه. في 100 نقطه استفهام على طلوع سمرين، شو السبب؟ ولاعب عرفات الحاج انت فايز 1-0، ليش تدافع؟ شو السبب؟ بس نفسي افهمه. بس اللي بيحكي عن رافت يروح خليه هو يروح من الاخر. رافت هو الوحيد اللي بيلعب بالفريق. انت جايب بلاش انت معناته. لا انا مش جايب بلاش. اول شيء الله ينصر اخواننا في غزه ويشفي المصابين ويرحم شهدائنا يا رب. اليوم رافت ضيع علينا المباراة صراحة، تراجع من الدفاع بدقيقة 50. انت بتقدم مباراة حلوة اول الشوط، تسحب سمرين ليش؟ وسيزار احسن لاعب بالفريق انا بشوف، وهارد لك عنا. يعطيك العافية يا معاذ، يعطيك العافية، يعطيك الشباب العافية. اول شيء تحية لاهلنا في غزة. وشوف بالنسبه لرافت، انت يا رافت انت ضيعت الملعب، انت اليوم ضيعت المباراه كانت بدينا واحنا كنا افضل من الفيصلي، وبشهاده الجميع هاي الجمهور الفيصلي احتفل بعد المباراه على التعادل، وهم هاي رابع تعادل على التوالي. عمي الوحدات في خلطات بتصير جوا الاداره، نص جماهيرك هاي جايه ببلاش، وانا من ضمنهم، جايين تذاكر ببلاش.
بس عشان تعال مشان الله عمي في خلطات بالاداره عمي من او بدك غربله بده يرجع الوحدات زي اول بدنا غربله بدنا زي طارق خوري وبس يا عمي. نص اللعيبه يا عمي ما بتلعب انت اللعيب بتلعب يا صالح الراتب شو مسوي برا انت بدلت لي سمرين شو سويت خربت الدنيا في 3 هجمات اجن ما اختلفناش انت اللعيبه ضيعوتهم بس افضل اثنين بيلعبوا بكل شهادتي الجميع كلياته افضل اثنين بيلعبوا اللي هم سمرين لا يا سيدي سمرين وصبره افضل اثنين بيلعبوا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم عذرا غزه. ثاني شيء رسالتي لنضال الحديد ولبشار الحوامده بكفيكوا على الكرسي مش كلاسيكو يلعب هيك. احترامي لجمهور الفيصل اللي طول المباراه قاعد يشجع. رأفت علي الوحدات اكبر منك روح كل المحترفين جيب لنا لعيبه زي صبره